السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الأخ المتوفي في المنام لابن سيرين. أما إذا رأيت أخاك المتوفي حي في المنام بيدل على الأمان والطمأنينة. من رأى أخاه المتوفي عادي الحياة ويبتسم في المنام دليل على زوال العراقيل والمشاكل وتيسير الأمور المتعسرة. أما إذا رأيت أخاك الميت يخبرك إنه لم يمت في الحلم بيدل على تجديد القوة وزيادة في الشأن. من رأى شقيقه الميت حي ويتحدث معه في المنام بيدل على صلح بعض خصام. أما إذا رأيت أخاك المتوفي حي وبيأكل معك فإنه بيدل على الفرج بعد الضيق. فرح بعودة الأخ في المنام بيدل على بلوغ المراد بعد اليأس والبكاء عند عودة الأخ الميت للحياة. في الحلم بيدل على زوال الهم والغم. مرة أخاه الميت عاد إلى الحياة ويحتضن الأهل في الحلم بيدل على حاجته أو حاجتهم للحماية والرعاية. ورؤية عودة الأخ للحياة وضرب أولاده في المنام بتدل على وجوب تربية الأولاد وتقويمهم، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الأخ المتوفي يبتسم في المنام بتدل على نيل أجر الشهيد. أما إذا رأيت شقيقك الميت يبتسم لك في الحلم فإنك تحصل على الأمان والراحة. من رأى أخاه المتوفي يبتسم لشخص آخر في المنام بيدل على الفرحة واللمة بين أحبابه. بتشير رؤية الأخ الميت يبتسم للعائلة في المنام إلى تحسن الأحوال. عندما ترى أخاك الميت يضحك في الحلم بيدل على حسن حاله عند ربه. ومن رأى أخاه المتوفي يضحك ويبكي معا في المنام بيدل على تقلب أحوال الرائي. إذا حلمت إن أخاك الميت يسلم عليك ويبتسم فهذا يدل على تجاوزك المصاعب والمشاكل والمتاعب. رؤية التكلم مع الأخ المتوفي في المنام بتدل على الصلاح في أمور دين الرائي ودنياه. أما إذا حلمت أنك تتكلم مع أخيك الميت بصوت عالي فإنك تبتعد عن الحق. ومن رأى أخاه المتوفي يصرخ عليه في المنام فإنه يسمع وعظ ورشد. أما سماع نداء الأخ الميت في الحلم دون رؤيته يدل على قرب الأجل. من رأى شقيقه الميت ولم يستطع التكلم معه في الحلم فإنه يمتنع عن قول الحق وثقل اللسان عند الحديث مع الأخ المتوفي في المنام بيدل على كثرة الذنوب. من رأى أخاه المتوفي يتكلم كلام غير مفهوم في الحلم فإنه يخوض بالمنكرات. أما إذا حلمت إن أخاك الميت يرفض الكلام معك فهذا يدل على انحرافك عن الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية بكاء الأخ المتوفي في المنام بتدل على انفراج أحوال الرائي. أما إذا حلمت إن شقيقك الميت يبكي بكاء شديد في الحلم بيدل على التذكير بالآخرة. رؤية الأخ الميت يبكي بحرقة في الحلم بتدل على مرور عائلته بظروف صعبة. من رأى أخاه الميت يبكي ويلطم في المنام دليل على وقوع مصيبة في بيته. إذا رأيت أنك تعانق أخاك المتوفي وتضحك في الحلم فإنك بتذكره بالدعاء. ومن قال رأيت أخي الميت يحتضنني بقوة في المنام فإنه ينال عون ودعم ومن رأى أخاه المتوفي يحتضنه ويقبله في الحلم فإنه يستفاد بشيء من تركته. أما إذا حلمت بشقيقك الميت يحتضنك بجفاء فهذا يدل على تقصيرك بالدعاء له. ومن رأى أنه يعانق شقيقه المتوفي بخوف في المنام فإنه يرتكب الآثام الكثيرة، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية المشي مع الأخ الميت في المنام تدل على اتباع أثره وسلوكه ومسلكه خيرا كان أم شرا. أما إذا رأيت أنك ترفض المشي مع أخيك المتوفي في المنام فإنك ترفض سلوك ما كان يسلكه قبل مماته. ومن رأى أنه يمشي مع أخيه الميت ببطء في المنام فإنه يتواضع للناس. أما إذا حلمت أنك تمشي مع أخيك المتوفي دون أن تعلم إلى أين تذهب فهذا يدل على اقتراب الأجل، والله تعالى أعلى وأعلم. من رأى أنه يمشي على رجل واحدة مع أخيه الميت في المنام بيدل على فراق شخص آخر من العائلة. أما إذا رأيت أنك تمشي حافي القدمين مع أخيك المتوفي في الحلم فإنك تواجه الكثير من المشاكل. والمشي بصعوبة مع الأخ المتوفي في المنام بيدل على مجاهدة النفس في الابتعاد عن الخطايا. طيب إذا حلمت أنك تمشي مع أخيك الميت في طريق واسع فإنك تتبع الحق
أما من رأى أنه يمشي مع أخيه الميت في طريق مظلم في المنام، فهنا إنه يسيء إليه بقول أو فعل. طيب المشي مع الأخ الميت على التراب بيكون فيه بعض التعب والمشاكل. طيب من حلم أنه يمشي على الشوك مع أخيه الميت بيواجه المصاعب الكثيرة. أما إذا رأيت أنك تمشي مع أخيك المتوفي على الطين، فبرضك هنا بيوجد بعض المشاكل سواء بقى في العائلة أو من المحيطين به. رؤية الأخ المتوفي يزورك في البيت في المنام بتدل على تجديد ذكره. إذا رأيت أخاك الميت يزورك في البيت وهو مبتسم في الحلم، بيدل على تبدل الأحوال للأفضل. أما إذا حلمت إن أخاك المتوفي يزورك في البيت وهو غاضب، بيدل على اضطراب الأحوال وتعثرها أو بعض المشاكل. من رأى أخاه الميت يزوره في البيت وهو يبكي في الحلم، بيدل على الخروج من الضيق إلى السعة. أما إذا رأيت شقيقك الميت يزور بيته وهو مريض في المنام، بيدل على تقصير أهل بيته في الدعاء والصدقة. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.